كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب. تعالوا نعمل مع بعض أسرع وأجمل وألذ كحك. الكيلو مش هياخد منك بمشيئة الله ساعة زمن، هتعمليه في 5 دقايق بس وتطلعي أحلى وأجمل وألذ طبقين كحك. نبدأ الفيديو بتاعنا على طول، والذكر بتاع النهاردة هيكون الحمد لله. كل كيلو دقيق عليه 3 معالق كبار من السمسم، والسمسم يفضل يبقى محمص كده، وطبعا بتنقيه وتعمليه كده هو بالمنخل لحسن يبقى فيه أي شوائب. هنزل على كل كيلو من الدقيق وعلى 3 معالق كبار من السمسم ب 550 جرام من السمن، اي نوع سمن طبعا يفضل السمن البلدي ويكون مقدوح. يعني ايه مقدوح؟ يعني السمن البلدي كده تسخنيه جامد لحد ما يبدأ ان هو يغلي كده، بحيث انك تجربي كده تاخدي معلقة منه وتحطيه على حتة دقيق، شوية دقيق صغيرين، تلاقيها بدأت ان هي تعمل الفوران الرهيب اللي انتوا شايفينه ده. طبعا اول ما هتنزلي السمن المقدوح على الدقيق طبعا هيبدأ يفور زي ما انتوا شايفين. استخدمي على طول اي حاجة ستانلس او اي حاجة ألمونيا في التقليب، او اي حاجه خشب، لان انت مش هتقدري تبسي العجين في المرحله دي خالص بايديكي. اهم حاجه على طول كده تبداي تقلبيه تقلبتين حلوين. نص كوبايه من الميه الدافيه، عليهم 3 معالق من السكر، عليهم معلقتين كبار من الخميره الفوريه. بصي المعلقه طبعا، وتقلبيهم كويس وتركنيهم على جنب لحد ما تتاكدي من سلامه الخميره، والخميره هتبدا ترفع معاكي. يبقى كل كيلو من الدقيق عليه 3 معالق كبار من السمسم، عليهم كمان معلقتين كبار من الخميره الفوريه، 3 معالق من السكر، نص كوبايه من الميه. هنا طبعا بتحطي على كل كيلو دقيق 80 جرام من النشا، يعني 3 معالق كبار هرميين من النشا. يبقى حطينا الدقيق والنشا والسمسم، وجهزنا الخميره بالميه بالسكر كده على الجنب، وحطينا 3 معالق هرميين على كل كيلو. المرحله دي بقى اسهل واجمل مرحله. الدقيق بدا، العجين بتاعي بدا ان هو يدفى كده وان انا هستحمله. هبدا بقى ان انا بس العجين. قولي بقى بسم الله كده اهو، قولي اللهم احسن بين يدي، وابداي على طول بسي كده اهو العجين بالشكل ده عشان الكحكه تطلع طعمها حلو، وتتذوقي طعم وجمال السمن البلدي فيها. تروحي بقى حاطه زي ما انا قلت لك كده اهو، تبداي تبسي العجين كويس جدا وتقلبيه كويس، بحيث ان كل قطعه دقيق، كل ذره دقيق تكون حواليها من كل الجهات السمن الحلو بتاعك. حطيت بقى الخميره، شفتوا ما شاء الله اللهم بارك الخميره رفعت قد ايه. كل كيلو دقيق زي ما قلت لكم نص كوبايه بس من الميه، عليها معلقتين كبار من الخميره الفوريه، يعني المعلقتين ما يبقوش مليانين قوي، عليهم 3 معالق من السكر وركنتهم على جنب. المرحلة دي بقى الكحك يعني مش بنعجنه، مش الهدف ان احنا نعجن قوي، الهدف ان احنا نلم العجينة كده بالمرحلة دي. لمي العجينة علشان كل المكونات بتاعت العجينة الحلوة دي تتجانس. بعد بقى ما فضلت كده هو لملم في العجينة كده هو تقريبا 7 دقايق، هبدأ بقى ان انا الم العجينة بالشكل ده. لو انتوا لاحظتوا العجينة عندي مش قطعة واحدة، يعني مش زي عجينة القرص و... وتحسي كده اهو ان هي اللهم بارك يعني حلوة كده، وتحسي كده اهو ان هي مفرولة مش قطعة واحدة كده. هبدأ بقى ان انا الم العجينة كده واغطيها كده اهو بكيس، وهبدأ على طول اشكل فيها. تعرفي منين بقى ان هي كده تمام؟ بتاخدي قطعة كده وتبدأي تسخنيها في ايديكي وتكوريها كده وتضغطي عليها، وبعد كده تعملي كورة كده اهو فيها، وتروح حاطة صباعك كده اهو في المنتصف. لو ما شققتش معاكي يبقى كده تمام، لو شققت معاكي هتكون محتاجة بس شوية مية وعجن كمان شوية. طبعا بتكوريها بقى كده اهو. جهزي الصواني بتاعتك والصيجان، مش بتدهنيها اي حاجة لان هو اللهم بارك مليان سمن. ال 550 جرام من السمن يعني 3 كوبايات الا ربع تقريبا من السمن البلدي. تنسيش 3 معالق كبار من النشا، بيطلع والله يا جماعة رهيب جدا. هنا بقى بتستخدم المنقاش بقى، الناس الرايقين اللي بيحبوا شكل المنقاش. انا بحب المنقاش جدا لانه كمان بيخلي الكحكايه كده السكر محتفظ بالسكر بتاعها من غير ما يحصل لها اي حاجه. بصوا، كورت بقى الكرة الحلوه دي، وهنا بقى هبدأ ان انا انقش كده خطوط طوليه وعرضيه، وجنبيها كده طولي وعرضي. يعني بصوا اي نقشه عندك هتنفع، اسهل نقشات ممكن تعمليها. طبعا كل ما بتسيبي العجينه كده وتريح كل ما تشكيلها بيبقى اسهل. هاتي بقى منقاش كده حلو زيك، وابدأي على طول استعيني كده بالله، وابدأي كده هو نقشيه بالشكل ده. تعالوا اقول لكم المقادير كده بسرعه تاني. كيلو من الدقيق، 3 معالق كبار من السمسم، 3 معالق كبار من السكر، 3 معالق كبار من النشا هرميين من النشا، 550 جرام من السمن. السمن لازم يكون مقدوح وسخن جدا، و... وطبعا نص كوبايه من الميه، ممكن تزيد كده حاجه بسيطه تكون كوبايه الا ربع على حسب نوع الدقيق بتاعك. نوع الدقيق اللي انا استخدمته هو 5 عيون، بيبقى حلو جدا. وممكن تجيبي دقيق متعدد الاستخدامات او دقيق للكحك والبسكوت. بصوا لازم تليني العجينه كده وتسخنيها في ايديكي وتبداي تدعكي فيها كويس.
بصوا اللهم بارك، بصوا الجمال. طبعا سبته كده على الصيجان، ما بدخلش الفرن خالص غير لما اخلص كل الصواني اللي عندي، كل الصواني اللي عندي ترصيها كده اهو، وبعد كده تولعي عليها بقى، تدخليها على فرن ساخن في الرف الاوسط، وكل شويه تدوري الصينيه كده اهو الى حد ما. بصوا انا بحب بقى، بموت في طعم الكحك اللي بيبقى واخد سنه التحميصه الخفيفه دي. ممكن تعملي زي الصاج اليمين كده اهو، اللي هو لما القاعده بتاعته تبدا انها تاخد اللون الذهبي المحمر الخفيف ده، تطفي من تحت وتولعي الشوايه من فوق، او تولعي الشوايه وتوطي عليها لحد ما تاخد اللون اللي انت حباه. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، تشجعي واعملي لهم حتى ولو كيلو كحك. والله يا جماعه هتدخلي على اهلك السرور، وما تنساش ان اظهار السرور بدخول العيد دوت سنه من سنن الرسول عليه الصلاه والسلام. بصوا بقى عامل ازاي. انا بحب اشيله محتفظ بالسكر بتاعه، ببدا ارصه لما يبرد خالص وعليه السكر. كل سنه وانتم طيبين، ما تنسوش الذكر بتاع النهارده. الحمد لله، شكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.